اليوم ما يحدث في ميدان رابعة أليس نوع من الدروع البشرية لحماية بعض القيادات المطلوبة من الدولة والقانون؟ يعني ألا تستخدموا هذه الشعوب كدروع بشرية، أنه أنتم اجلسوا هون، إذا حدا بده يفوت ياخذ هؤلاء الأشخاص من ميدان رابعة ستصابون، ستموتون، ستقتلون، وسيتم استعمالكم في الإعلام الغربي لنقول الغرب تعالوا تفضلوا نحن مضطهدون، شوفوا الجيش كيف عم بيقتل الناس. طيب أين أنتم من الصفوف الأولى اليوم؟ نحن في قلب الصفوف الأولى. أين؟ في كل أين؟ يعني رأينا المهندس خيرت الشاطر تم أخذه من فراشه، لم يكن في المظاهرة وفي الميدان. كمان الشيخ حازم أبو إسماعيل لم يؤخذ من الميدان. يعني كل القيادات الإخوانية التي تم القبض عليها لم تؤخذ من التظاهرات ومن الميادين، أخذت من فراشها ومن الشقق ومن البيوت. إنما من يقتل هم أبناء الناس وأبناء الغلابة. أما القياديين الموجودين اليوم في ميدان رابعة هم موجودين فقط للاحتماء بهؤلاء الناس، لأنهم على يقين إن الجيش لن يدخل إلى رابعة للقبض عليهم، وإذا دخل ستكون هناك مجزرة سيتم استخدامها إعلاميا لتحريك الرأي العام الغربي، ويقال تعالوا انظروا ماذا يفعل بنا الجيش. هل أنت آسف على الصور التي نراها لأطفال يمشون في اعتصام رابعة وهم يحملون أكفانهم ومكتوب على صدورهم مشروع شهيد؟ أولا لا يوجد أطفال يسوون في رابعة يحملون أكفانهم ومكتوب مشروع شهيد، شباب كبار وشيوخ وجد هؤلاء بهذا الشكل. أطفال وشباب. أطفال لا يوجد طفل واحد يحمل كفن. لكن أقول لك بقى أنا في غاية السعادة حينما أرى الأطفال حتى الكبار. هل وصلت ثقافة الشعب المصري التي تتبنوها أنتم إلى هذا الحد، إلى المتاجرة؟ نحمل أكفاننا ومشروع شهيد. مشروع شهيد في سبيل ماذا؟ في سبيل هذا الوطن، أي عدو، في سبيل الحرية، في سبيل أي عدو. لا، في سبيل حرية وطننا. تريدون أن تستشهدوا في سبيل أي عدو؟ أقول لك الذي يضرب، تريدون أن تحملوا أكفانكم وتستشهدوا في سبيل الكرسي والسلطة في سبيل أي عدو؟ أجاوبك. لا ما في منطق. عندما أحمل كفني مفروض أن أحمل كفني في مواجهة عدو، أي عدو. اسمع إجابة. تفضل. اسمع إجابة. تفضل أسمعك. حينما نقتل بالرصاص عند صلاة الفجر، حينما يحاولون أن يرهبوننا ويرعبوننا، نقول لهم أن الموت لا نخافه على الإطلاق، إنما نريد الحرية لشعبنا، إنما نريد الحياة لأمتنا. من هم هؤلاء الذين يرعبون؟ مين؟ الانقلاب العسكري. مين؟ الانقلاب العسكري بكل مكونات. الانقلاب العسكري. الجيش المصري هو من يقتلكم وأنتم تصلون. بص الانقلاب العسكري بكل مكوناته. الجيش المصري هو من يقتلكم وأنتم تصلون. بص يا سيدي يا أخي جاوبني على سؤالي. اسمع إجابة. جاوبني على سؤالي. أنت تريد أن تقع إجابة على لساني. الجيش المصري هو من يقتلكم وأنتم تصلون. لن تجرؤ على الإجابة. أنا أقول لك لن تجرؤ على الإجابة. اسمعني. الساعة كام يا أخ أحمد؟ نعم يا فندم. صلاة الفجر الساعة كام؟ الساعة 3:30 4 إلا ربع. 3:30 4 إلا ربع؟ أيوه، بتاخد من 3:30 لحد 4 إلا ربع، لحد 4 حسب قراءة الإمام في الصلاة. أولا الأذان مش 3:30. الأذان بيدن 3 وربع على ما تقام الصلاة بعد ثلث ساعة. واخد بالك مواعيد الصلاة يا أستاذ جمال، الأذان يدن 3 وربع على ما تقام الصلاة بعد ثلث ساعة. تقام 3:30 و5، تنتهي من الصلاة الساعة 4. والله أنا ما عندي تعليق تاني غير اللي بيقوله أحمد. سايبه يواجه مصيره مع الشعب المصري. السؤال الأخير، لو كنت عقلا دماغا كنت تتمنى أن تكون في جمجمة من؟ عبد الفتاح السيسي. يعني هذا الرأس الوحيد يمكن اللي بعده في هذا البلد يمتلك دماغا متوازنا. حابب تشيله دماغه وتحط دماغك محله؟ يعني لو كان لا نخلص خالص، ما يبقى في حدا. لو كان متوازنا كما تقول، كما أؤكد، لو كما تؤكد لما وصل بمصر لهذه الهوية التي فيها الآن، ولما أنهت ديمقراطية. من وصل بمصر إلى هنا؟ الفريق أول عبد الفتاح السيسي أو التصرف الذي كان يتصرفه مكتب الإرشاد والدكتور مرسي؟ الدكتور مرسي أراد آليات ديمقراطية، أراد أن يثبت آليات للتداول السلمي للسلطة، أراد بناء مؤسسات ديمقراطية حقيقية، وأن يكون الشعب صاحب السيادة بحق، وأن يكون الشعب مصدر السلطات بجد لا هزلا، ولا أن تكون مؤسسة فوق الدولة وفوق الدستور وفوق القانون. من يدوس الدستور الذي وضعه 64% من الشعب المصري
ويحتقر إرادة هذا الشعب هو الذي يحتاج إلى عقل داخل رأسه. من وضع الدستور؟ 64% الشعب المصري كله بإرادته بكامل إرادته. الإسلامية من وضعت الشعب. هذا دستور الشعب الذي صوت عليه وبتأمين من القوات المسلحة. هو نفس الشعب الذي نزل في الميادين. ليس هو على الإطلاق، إنما هو الانقلابيون الذين ضبطوا الانقلاب. إذا كانوا الانقلابيون بهذه الأعداد وهم أكثرية، ما هذه حلقة من حلقات التدبير لكي يعطى الكاموفلاج والغطاء السياسي الذي قدمه المنظومة الدينية والمنظومة الليبرالية بقيادة المدعي. دعنا نتوقف مع فاصل، بعد الفاصل لنرى ماذا حصل بالصور التي تم التقاطها لك في بداية هذه الحلقة. كيف تتعامل مع الصور؟ لا، أتعامل بشكل طبيعي يعني. إذا حدا فاجأك بشي صورة مثل ما صار معك في المطعم المرة الأخيرة؟ لا، شيء طبيعي، بس هو يعني يجب كانت كمان مركبة مدبرة ولا؟ طبعا فيها جزء مدبر طبعا. مدبر أو مركب؟ لا، مركب. كيف مركب؟ هو كان اللقاء طبيعي. كان أحد الصحفيات بتاخد كلمتين، فإذا بحد بيصور، طب قلت له تستأذن فقط يعني. أنت عارف إني أنا كنت موجود؟ والله العظيم. طب ده شيء جميل. بس أنا ما كنتش عارف إنك أنت موجود، يعني نحن على الضجة بعدين سمعنا إنه. بس أنا ما شفتكش. ما هي الشطارة. طلعت أشطر منك يوم. طب يا ابني استأذن في إيه؟ عايز تصور اتفضل صور، بس استأذن، ما ينفعش كده. ما كانش اعتراضي على التصوير، اعتراضي على أنه لم يستأذن فقط. يا سيدي. تعال طيب، مش تستسمع ساعة عدسة زي لأنه ليس هناك ما يخفى يعني، أو ما يستحق أن يخفى. الصورة الأولى هي صورة دكتور أحمد أبو بركة بين علمين، علم الإخوان المسلمين وعلم جمهورية مصر العربية. أي من العلمين تختار؟ اثنين معا. لا، لابد أن تختار واحدا من اثنين. رأيك الشخصي، هذا رأيي الشخصي، هذا رأيي الشخصي. ولكن أنت اليوم عليك أن تختار بين علمين، بين علم الجماعة وبين علم الدولة. الإنسان لا يصل إلى لحظة فارقة، عليه أن يختار بين أمرين إلا إذا كان متناقضين. نعم. ولن يتناقض مطلقا ولم يتناقض، لا يحد العلمين مع الآخر مطلقا. هذا شعار رنان، هذه شعارات، هذه حقيقة، هذه شعارات كليشيهات. عارف ليه؟ لأن الإمام البنا هو الذي قال في مدوناته: الوطنية جزء من إيماننا وحب الأوطان فريضة علينا، وبالتالي لا يتناقض مطلقا. أسألك سؤالا آخر. إذا طلب منك أن تختار بين علم الإخوان المسلمين وبين الله سبحانه وتعالى، تختار من؟ ما هو ده نفس المقابلة. ما هو نفس المقابلة، لا يمكن بحال من الأحوال أن يتم التعارض بين الله تبارك وتعالى وعلم الإخوان المسلمين. مستحيل. إذا قيل لك اختار بين ربك وبين علم الإخوان، من الذي سيقول لي؟ أنا أقول لك. وحضرتك جبت من أين هذا التناقض؟ لكن لو وقفت بين يدي الله عز وجل وقال خيارني فلن أختار إلى الله. اختار بين خيارين. ما هو أنا لا أستطيع أن أختار إلا بين متناقضين، ولا تناقض مطلقا حتى لا تباين. بين أولويتين، نحن نتكلم عن أولويتين. اختار بين أولويتين، بين علم الإخوان وبين علم مصر. فإذا ما كانت الأولوية الأولى متممة للأولوية الثانية وجزء منها، كيف يتم الاختيار؟ طريقي إلى الوطنية الحقيقية وإلى حب مصر حب حقيقي هو إيماني بدعوة الإخوان المسلمين، وبالتالي لا ينفك عن بعضهما. فقال لك شغلة، إنه الإخوان المسلمين هي ليست حب لمصر وحدها، حب للدنيا كلها، حب للدنيا للعالمين، حتى للمسيحيين وحتى اليهود وحتى للادينيين. حب للإنسان، مطلق الإنسان. لا يمكنك ربطه فقط بمصر. فلهذا السبب أي أولوية أنت بالنسبة لك اليوم؟ الإخوان المسلمين ما انا بقول لك هم وجهين لعمله واحده. ان جاءت بخيار اسلامي زي مرجعيه اسلاميه، بخيار حضاري يملك قوته ويملك غذاءه ويملك سلاحه ويملك قراره، فلا بد ان يسقط بانقلاب عسكري. أليس أداؤكم هو من أطاح بشرعية الانتخابات وجعلكم من ناس منتخبين واصلين بالانتخاب والديمقراطية إلى ناس مرفوضين من الشارع؟ لو كانوا بعدما عاديتم كل الناس، عاديتم القضاء، الجيش، الشرطة. يا سيدي، ما هذه الدولة العميقة،
هذه الدولة العميقة بكل مكوناتها، هذا النظام الصبر بكل مكوناته. فأذن أعلنوا عن دولة الإخوان المسلمين وعيشوا فأذن لوحدكم. إذا كل هذه المؤامرات تحدث. بص، لو كان الشعب بالفعل كما قلت لما خرجت هذه الملايين الزاحفة في كل الملايين التي تملأ شوارع مصر ومدينها اليوم، الملايين التي تملأ شوارع مصر ومدينها الليلة، الملايين يا سيد هذا غير صحيح وليس تأييدا لكم. هذا غير صحيح. ما خرج في 30 كما قلت لك لا توجد في التاريخ كله ولن يوجد في التاريخ كله. مجموعة تخرج تتصور 3 ساعات ترجع ثم يخرج بيان قبلة الإحياء من السيد السيسي يقول لهم عودوا مرة أخرى، وحتى لا يعودون إلا عندما تقرع نواقيس الانقلاب العسكري. أما العصابة فأنا مندهش جدا. الأخ أحمد بيجيب سيرة العصابة، هو يعرف ومصر كلها تعرف، يعني دعك على جنب من حكاية إن هم بينكروا كل الحقائق، ويعني بما فيها إن الشعب المصري لفظهم كما لم يحدث في كل تاريخ مصر الحديث والمعاصر مع أي نظام حكم، لأنهم في الواقع كانوا على سوء النظم الحكم. كتير من نظم الحكم اللي كبدناها في تاريخ الدولة المصرية الحديثة، لكن هم الأسوأ بامتياز. محمد مرسي هذا الذي لم يكن رئيسا، كان مجرد ذراعا لجماعة سرية. وأنا شخصيا كتبت بمجرد انتخابه، وطبعا لم انتخبه، قلت له أمامك فرصة، ولست أنا وحدي الذي قال أن لا تكون رئيسا لجماعة أو مندوبا لجماعة في واقع الحال، لكن رئيسا لمصر. هو لم يدرك هذا، وهو أقل من أن يدرك، أو كان أقل من أن يدرك هذا للأسف الشديد.